بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هقول لكم على حاجة في الفيديو ده تقضوا بيها جميع المطالب، حتى لو كانت ايه، بأمر الله بإذن الله بإذن واحد أحد. أول حاجة، لو انت أبوك وأمك عايشين خد رضاهم، ده لوحده زي كده معجزات، رحمة من رحمات ربنا اللي مديها لنا. لو عندك اي ضيقة مالية، اي ضيقة صحية، اي حاجة، عدي على امك على ابوك خد رضاهم الاتنين. طب متوفيين او في حد منهم متوفي، طلع صدقة جارية على روحهم، ده كده بر بعد الوفاة. طيب ادعي لهم، ده كده برضو بر بعد الوفاة. ما تنساش ان الرسول قال انقطع عليه الصلاة والسلام انقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، الثلاثة دول منهم واحدة ولد صالح يدعو له. الدعوة بقى انك تدعي لابوك ولأمك لو كانوا متوفيين، وانك تتصدق على روحهم، وتطلب بعد الصدقة دي الحاجة اللي نفسك ربنا يرضيك بيها. ما تقولش لا دول دي امي توفت او ابويا توفى خلاص، ما هو يعني عند ربنا. بس الصدقة واجب عليك، واجب عليك، ورحمة من ربنا لينا، رحمة من ربنا علشان تطيب أرواحنا، تطبطب علينا، تخلينا فاكرين كل الحاجات الحلوة اللي الأب والأم عملوها لك، سواء كنت صغير أو كبير. يعني والله العظيم بجد رحمة. اللي عنده أب وأم عنده رحمة، عنده رحمة، يفضل تحت رجليهم، يلبي لهم طلباتهم. الحاجات اللي بيطلبوها بتبقى حاجات زهيدة أو أساسا ما بيطلبوش، ده أنت كلك نظر. يعني أنت لما تروح عند أبوك وأمك بكلمة طيبة، ده بيفرحوا حتى بالزيارة. يعني أنت تروح عند أمك كده تقعد معاها شوية، ما تكونش مصدر نكد. يعني انت تروح مش تشيلها همك ترميه كله عليها وتسيبها وتمشي، لا، اقعد. انت مجرد ما بتروح بتلاقي النفسية ارتاحت، والله العظيم. مجرد الواحد ما بيروح عند ابوه وامه النفسية بترتاح. فلو في حد ابوه وامه متوفيين، آه، جرب كده تطلع صدقة على روحهم، جرب كده تقعد تدعي لهم، هتلاقي الوضع اختلف معاك اختلاف جذري، اللي هو كأنهم موجودين معاك وبيدعوا لك. بس انت بر بعد الوفاة. يعني مش المجرد ان الاب والام توفوا خلاص، هما توفوا، لا، لازم تبر، لازم تدعي في الصلاة، لازم تدعي لهم في سجودك وما تنساهمش، لازم تطلع لهم صدقة على قدك. مش هنقول صدقة تبقى حاجة عملاقة، يعني انك تبني لهم مسجد ولا لا، ده حتى لو بجنيه، ده حتى لو بشق تمرة، بنية ان ربنا يخفف عنهم، يرحمهم، يسكنهم فسيح جناته. ربنا يرحمنا ويرحمهم، ويا رب يا رب يرحم كل اب وام تعبوا على ولادهم. انا بقول كده ويبارك ليه؟ لنا في بقول كده اهالينا، عشان في ويبارك ناس لنا الدنيا واخداها عن في اقرب الناس امهاتنا، ليه. ويبارك لنا في يعني ابهاتنا، تلاقيه ويبارك لنا في شغل اولادنا شغل شغل شغل، وصحتنا، ويجازينا وبيرجع خير يا رب يرتاح عن ويرجع كل شغل خير شغل واي شغل، خير بنعمله، وناسي اقرب الناس ليه. ويكتر ممكن خير واحد ما اللي يزورش احنا امه غير بنعمله. بعد 6 و7 شهور. دي قساوة، دي قساوة دي. ده انت مجرد ما بتروح انت المستفيد مش هي. يعني امك انت اللي مستفيد منها مش هي اللي مستفيدة منك. راحة نفسية، بتحس كده ان الهموم الدنيا اللي على الكتاف بتقع، والله العظيم بتقع على باب البيت، وانت طالع بتاخدها طبعا. بس والله والله تاني، ان زورة الاب وزورة الام نعمة ورحمة، حاجة كده بيروح تخلي عند ابوه الواحد وامه. عشان يقعد قعدة حلوة يرتاح راحة نفسية. ده القعدة في بيت الأهل أو مع الأب والأم والإخوات تساوي مليون جلسة